السلام عليكم شباب، معكم جعفر اكس بي. رجعت لكم بمقطع جديد. اليوم مقطعنا شرح شلون تحمل ماينكرافت جافا على الجوال. يعني اكو انسان قال لي ان اسوي هذا المقطع، فراح اسوي يعني واي نو. اول شي نروح لبلاي ستور ونكتب بالبحث بول جافا لانشر، وهذا هو التطبيق اللي راح نحمل به ماينكرافت. شوف التقييم، تقييمه 5 نجوم تقريبا. ننزله، سوي تثبيت، نشوف التعليقات. يقول اللانشر جميل جدا، يمكن اللعب ماينكرافت جافا على الهاتف. والحبيب والله ليش احسك روبوت؟ ما ادري ايش احس روبوت. تقول لي رائع واضافه صغيره ارجوكم، ما ادري شنو. ما ادري احسهم روبوتات، بس اي دونت كير. نحملها شوي وتحمل. وهاي راح تكون واجهة اللعبة اللي راح يسوون بيها. بس اكو فاك. هاي راح تكون واجهة اللعبة. حيضيفون اول شي نضيف اكونت، اي حساب باسمنا نقدر ندخل بيه حرب السرير، حرب البيض. نخلي الاسم، انا اخليه جعفر، وندوس تسجيل حساب. هسه صار عندنا حساب. راح نضبط لكم اعدادات من يمي. هذا تخليه نفسه، وهذا الشغلة، وهذا نخليه لو 50 لو 65. ومن قائمة تعديلات جافا هنا عندك البيئة الجافا تشغيل، خليها نفسها لا تغيرها. وهنا عندك ذاكرة المخصصة لاستخدام الرام، هاي مهمة. أنا عندي 8 رام، راح أخليها 260. هسه ننشئ إصدار اللعبة. ندوس على هذا القلم، ندوس جريت مدري شنو، ندوس. هسه احنا عندنا شنو؟ عندنا هذا إصدار الأوبتيفاين، وهذا إصدار الفابريك. يعني تقدر تنزل فابريك FPS لأوبتيفاين. وهم عندنا جوا جريت مود باك انترستينج. نقدر نحمل مود باكات، يعني نجربهن. شوف ذني كلهم مود باكات. ملاحظة، المود باكات للأجهزة القوية. إذا جهازك ضعيف ما تشتغل عندك. سوي هذا ما يدون ناشي يسوي جريت اوبتيفاين. حنسوي اوبتيفاين ملف، ننزل الزر 1.16.1. ليش بوينت واحد؟ اي دون نو. الشيء بطاريته خلصت. نختار الزر الاوبتيفاين، راح ياخذ شوية وقت. هسه ندوس ابدأ اللعب، فراح يطلع لنا هاي مدري شنو. انت حتى انت ما تعرف ايش جاي يصير. طلع فوق الاب، بس هنا ندوس نضغط هواي على انترستينج او تحميل. هسه راح يطلعنا من ماينكرافت. شوف طلعنا. لو ندوس ابدأ اللعب مرة ثانية، وراح دخلنا هسه على ماينكرافت. بوم دخلنا. شوف هاي اعداداتي. راح اتهانى شوية وقت لاني جهازي مو كلش قوي. تنبيه شباب، هذا اللانشر الاسهل كتحميل. اذا تريد في لانشرات ثانيات، لكن كسهولة تحميل هذا اللانشر اسهل منهن كلهن. يعني تلقيه بالبلاي ستور، يعني ايزي. ويعني اذا تريدون ننزل لكم مقاطع شرح الالعاب، اقصد اللانشرات الثانية، كتبوا لي بالتعليقات. ودخلني. هسه راح نسوي اعدادات بسيطة اتبعوها لكي تحصلون more FPS او اكثر FPS. نخلي هذا ال FOV، وهذا نخلي هذه الوضعية، وهذا نخليه 4 افضل لنا. وهذا نطفيه نسوي له اوف، وانت نعليك الضوء، وانت نطفيك ونطفيك. انت نروح لهذا الديل تريندز، نطفي السكاي السماء، نطفي ذن الاشياء المو ضرورية. يعني شو راح هن يطنك جودة اكثر. احنا ما نريد الجودة، احنا ما نريد اللعبة تعلق عندنا تسوي لاج او كراشات. احنا نريد اللعبة نقدر نلعبها يعني على ماينكرافت. اي دون نو. يعني نطفي بعد ذني، طفيهن شتها مثلا، نطفيها ذني شنو راح يفرقن جدا. طبعا هاي الشاشة شي، يعني هو جاي يقلل من الاطارات او الرسومات. حبيب والله. وراح اكمل الاعدادات وارجع لكم لانها حتطول. كملت الاعدادات هنا، نقلوهن. هنا هم كملتها، وهنا كمان كملتها. نسخوهن تقريبا، ونروح ننشئ عالم. صح نسيت اقول لكم. تقدر هنا هم تدخل ويا صديقك تسوون سيرفر اترنوس سوية وتدخلون. ننشئ سيرفر سرفايفل جريت نيو. فاينلي حملنا ماينكرافت، تمت بسلاسة تامة. بس لازم لك تغير الاعدادات مالتك، ولازم تضبطها لكل شخص ابداعه بالاعدادات تبعه.
وشباب وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسون اللايك والاشتراك. كان معكم جعفر اكس بي، والسلام عليكم. وطاعته غنى الدارين فالزم، وطاعته غنى الدارين فالزم، وفيها العز للعبد الذليل، وفيها العز للعبد الذليل.